اللي راهم يشاهدوا فينا على القناه الرياضيه الثالثه. فيما يخص الاستقبال نقول باللي الاستقبال كان اخوي، الاستقبال كان حار. نشكر كل السلطات المحليه لمدينه مراكش على الاستقبال الحار، ونظن باللي هذا احنا كنا متصورينه، لان مراكش وحتى المغرب بلدنا الثاني وبلد شقيق. دونك نقول باللي من ناحيه الاستقبال ما شاء الله. سيما ما عندي حتى نقطه نضيفها فيما يخص الاستقبال. حتى في المركز تاعنا اللي رانا فيه في الفندق تاعنا نقول كل الامور سارت على ما يرام، وكان استقبال حار، والتحضيرات تاعنا كانت تحضيرات عاديه وجيده. كما قلت لي قبل المباراه بما هناك غيابات اللي ما غاديش تاثر بشكل كبير على تشكيلات المنتخب الجزائري، اللي هو كما قلتي كيلعب تشكيله مغايره للمباراه، لان قلتي بان هذا شيء عادي بنظر لمعطيات المباراه الان اللي هي كتعتبر مهمه بالنسبه للمنتخبين. فكيفاش كتشوف هذه المباراه؟ اولا فيما يخص التشكيلات تاعنا نظن باللي اليوم عندنا عوده زياني كريم اللي كان اصيب في مباراه الذهاب، عوده مجيد بوقره، وكما قلت في المباريات المدرب ياخذ مقياس واحد، وهو ان اللاعب اللي يكون حاضر في يوم المباراه. واليوم نظن باللي التشكيله اللي رايحه فوق الميدان هي اللي شافها المدرب، هي التشكيله المناسبه. ونظن باللي المقابله الكل يعلم ان مقابله داخله في مشوار التصفيات لنهائيات كاس افريقيا. الفريقين وكل المجموعه عندها اربع نقاط، الكل يتصدر المجموعه. نظن ملامح الفريق اللي راح يتاهل لحد الساعه ما عندناش حتى نظره عليه. حتى ولو اننا نتكلم كثيرا عن البلدين الشقيقين الجزائر والمغرب، ما لازمش يخفى عليكم ما ننساش الفريق افريقيا الوسطى اللي عنده 4 مقابلات ومازال باقي له مباراتين في البلد تاعه. نظن بلي لحد الساعه نظن بلي المجموعه مجموعه صعبه لكل فريق، وان شاء الله اليوم كما نتمناه ان نشوف روح رياضيه عاليه هي اللي تتغلب على فرق الميدان. كنعرفوا بان مؤخرا المباراه بالاضافه الى الغيابات اللي كيعرفها فريق المنتخب الوطني، فالمنتخب الوطني المغربي كنعرفوا بان البارح عرف مغادره عادل صعربت اللاعبين المنتخب المغربي. فبالنسبه لكم واش بدلات النظره ديالكم بالنسبه للمباراه هذا الغياب اللي ما كنعرفوا بان عادل صعربت لاعب مهم داخل المنتخب المغربي؟ نظن حقا لاعب طارات نظن باللي لاعب ذو مستوى في الفريق، وكان يجيب اضافه للفريق المغربي. ولكن نظن باللي لما مدرب جيراتس يستدعي 22 ولا 23 لاعب، يعني كل اللاعبين اللي يستدعيهم هما محضرين باش يلعبوا المباراه. ونظن باللي انا نقول باللي من النظريه تاعي انا لما دير لاعب احتياطي يدخل في مباراه مثل هذه، نظن يعمل المستحيل باش يكون في المستوى. يعني راح تكون عنده طموحات كبيره، وراح تكون عنده اراده كبيره. نظن نجم اللاعب اللي يكون اليوم بالك ينسيكم في طارات. نعم، شكرا عبد الحفيظ الصوت، ونتمنى اننا نشوفوا مباراة في مستوى تليق بسمعة المنتخبين. ونعود بكم مشاهدينا الى زميل هشام فرج.